ايه احساسك لما تعرف ان في فرح اتعمل لسودانيين في مصر اتكلف 15 مليون جنيه وكمان جابوا فيه فنانين واستعراضات من كل حتة في العالم؟ ايوه ده حقيقي. الفرح ده بطل قصته هو رجل الاعمال السوداني محمد الفاتح. ايه حكاية الفرح ده ومين هم اهم النجوم اللي حضروا فيه؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مفيش أي حاجة عادية في الفرح ده، لأنك لما تتكلم عن أفخم فرح سوداني في مصر فأنت بتتكلم عن حاجة فوق العادة. الفرح ده اتكلف 300 ألف دولار، يعني تقريبا 15 مليون جنيه مصري، وده وفقا لموقع فيتو الإخباري في تقرير ليه، واتعمل في واحد من أفخم وأغلى فنادق القاهرة. العريس هو رجل الأعمال السوداني محمد الفاتح، والعروسة الجميلة اسمها مآب رحمان اللي اتحولت في الليلة دي لملكة متوجة. بس مش دي كل الحكاية، الفرح فضل شغال 3 أيام متواصلة. ده الفرح اللي جمع ثقافات مختلفة من كل أنحاء العالم، لأن محمد الفاتح قرر إن الليلة دي لازم تكون ذكرى مش بس ليهم لكن لكل اللي حضروا الفرح. ولأن الفرح ده استمر 3 أيام متواصلة كان في مزيج كبير من الاستعراضات العالمية والفن السوداني والمصري. بدأ الفرح بأجواء هادية، لكن بعد كده قلبت الأجواء لما ظهرت فرقة استعراضية من روسيا وأوروبا. يا جماعة، روسيا وأوروبا في فرح في القاهرة؟ الفرقة دي عملت استعراضات عالمية مش بس خلت كل الحضور مبسوطين ومستغربين في نفس الوقت، دي خلتهم في حالة هم نفسهم مش مستوعبينها. وكأن ده مش كفاية، لأن الفرقة دي كانت بس البداية. الفرحة كملت لما وصل مؤديين استعراضات من الهند. تخيلوا كده بوليوود وسط الفرح بألوانهم ورقصاتهم اللي قلبت الدنيا. وكأنك لسه في قمة الإثارة، العريس والعروسة قرروا يخلوها ليلة ما تتنسيش، فجابوا فرقة دبكة أوكرانية. إيه ده، دبكة أوكرانية؟ أيوة يا جماعة، كانت فرحة عالمية بمعنى الكلمة. كل حاجة في الفرح ده كانت بتمثل ثقافات مختلفة، فرح في كل حاجة ومن كل بلد. حتى الرقصات المصرية ما كانتش غايبة عن الفرح، ولأن العريس سوداني كان لازم الثقافة السودانية تكون حاضرة بقوة. العريس دخل بالزفة السودانية تقليدية، جو مزيج بين الضفوف والأغاني الشعبية السودانية. ومش بس كده، لأن المطربة السودانية هدى عربي غنت مجموعة من أغانيها اللي خلت الناس كلها تقف وتغني معاها، صوتها اللي يوصل للقلب. وجواهر، من ينسى جواهر، دي عملت حركات استعراضية خلت الناس تتنطط من الفرحة، كانت بتغني وتتحرك في كل حتة. ولأن الليلة دي كانت عالمية بامتياز، العريس والعروسة قرروا يخلوها أكتر تميزا، وجابوا النجم المصري حمادة هلال. ايوه، حمادة هلال كان نجم الفرح وغنى مجموعه من اغانيه الشهيره اللي كلنا بنحبها. حمادة ما كانش بس بيغني، ده كان بيشارك في الفرح وكانه جزء من العيله. السؤال اللي كله كان بيساله بقى، حمادة هلال اخد كام في الفرح ده؟ الحقيقه الرقم ما اتقالش، لكن المؤكد ان الليله كانت تستاهل كل مليم اتدفع فيها. وفضل الفرح ماشي لمده 3 ايام، 3 ايام من الفرحه والحب. كانت ليله فيها كل حاجه حلوه في الدنيا، فيها الفن المصري، الاستعراضات العالميه، والزفات السودانيه اللي خلت الفرح عالمي. الفرح مش مجرد فرح عادي، ده تقدر تقول عليه مهرجان عالمي، وفي ناس من كل حتة في العالم. محمد الفاتح والعروسة مآب عملوا ليلة كل الناس هتفضل تتكلم عنها لفترة طويلة.